ازيكم عاملين ايه؟ جايبه لكم شويه وصفات النهارده لبدايل للحلويات صحيه. يعني مثلا اول وصفه وصفه كيك. هنجيب 2 ثمرة موز، وهنجيب بيضتين، وهنجيب معلقتين كاكاو، وهنجيب كيس بيكنج باودر، وهنخلطهم كلهم مع بعض في الخلاط، وهنطلعهم نحطهم في صينيه، وندخلهم الفرن لمده نص ساعه. بس هنطلعهم هيبقى عندنا كيك شوكولات صحي، ومن غير سكر ومن غير دقيق. تاني حاجة وصفة ايس كريم. هنجيب نص كيلو موز، وهنجيب آه، آم، آه، نص كوباية سوداني متقشر طبعا. هنجيب الموز نقطعه شرايح ونحطه في الفريزر، وبعدين هنجيب السوداني المتقشر ننقعه في كوباية مية لمدة ربع ساعة، وهنجيب كوباية مية و4 بلحات. تمام. هنجيب الخلاط نحط فيه السوداني بعد ما اتنقع من غير المية اللي كان منقوع فيها، ونحط عليه كوباية مية، ونحط ال4 بلحات، ونضربهم كلهم في الخلاط، وبعدين نضيف آه، الموز، ونحط معلقتين كبار كاكاو، ونضربهم كلهم في الخلاط. هيدينا يعني قوام كده كريم شوية. هنحطه في علبة ونحطه في الفريزر لغاية ما يجمد، وبعدين خلاص كده بقى ايس كريم. طيب لو انا عايزة اعمل الايس كريم ده، مش عايزة شوكولاتة، عايزاه يبقى فانيليا. كل الموضوع هنشيل الكاكاو، نفس الخطوات بس هنشيل الكاكاو ونحط بدلها باكيت فانيليا. طيب لو انا عايزة اعمله باي طعم فاكهة تاني، هنحط بدل نص كيلو موز، هنحط ربع كيلو موز وربع كيلو اي نوع الفاكهة تاني، فراولة، مانجا، ونمشي بنفس الخطوات، وبرضو نحطها في علبة في الفريزر، ولما تتجمد نطلعها. بعد كده العصاير، هقول لكم شوية عصاير ممكن افكار تعملوها. كوباية زبادي، ونص كوباية لبن، واي نوع فاكهة انتوا حابينه، ومعلقة عسل، وهنضربهم في الخلاط. يعني مرة موز، مرة فراولة، مرة مانجا، اي نوع انتوا عايزينه. طيب حاجة تانية، هنجيب برتقان وجزر ومعلقة عسل وكوباية مية، وبرضو نضربهم في الخلاط. حاجة كمان، هنجيب بنجر وتفاح ومعلقة عسل ابيض وكوباية مية، ونضربهم في الخلاط. اخر حاجة، نجيب ليمون ونعناع ومعلقة عسل ابيض وكوباية مية، ونضربهم في الخلاط. دي بدايل لو عايز تعملي كيك، لو عايز تعملي ايس كريم، لو عايزة تعملي عصاير من غير سكر من غير دقيق. دي بدايل صحية.